السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنصور حلقه سريعه وبسيطه وسهله جدا، واكيد الكل بيموت في الحلقه دي. هنعمل فراخ بانيه. تمام. اول حاجه معانا الفراخ زي ما احنا شايفين كده متقطعه. انت بقى تقطعيها او تجيبيها جاهزه، ده راجع لك انت. تاني حاجه معانا ايه؟ معانا البهارات بتاعتها، ومعانا دقيق، ومعانا بيض، ومعانا ليمون، ومعانا خل، ومعانا زبادي. طيب هنقول بسم الله ونتوكل على الله ونقول اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا نبدا الحلقه بينا. ودايما يا رب كده منورين الحلقه بتاعتي باللايك والاشتراك. اول حاجه معانا بانيه. البانيه ده مغسول ومشطوف بميه وليمون، وتنقعيه يا ريت في الليمون، وبعد كده تعصري عليه ليمون. طيب ودقيق طبعا، يعني مرحله الغسيل بتاعته دقيق وملح، ولو عندك شويه جنزبيل تحطيهم، وبعد كده تنقعيهم في ليمون وميه. معانا بقى هنا ايه؟ معانا البهارات بتاعتنا ايه؟ اول حاجه معانا الملح بتاعك طبعا اللي هتملحي بيه البانيه، لان انا هعمل كله في 3 خطوات. ازاي؟ هتشوفوا معايا في الحلقه. مش هنقعد بقى نعمل دقيق ولبن ومش عارف، لا، هنعمله كلات ان شاء الله في حلقه بسيطه وسهله. اول حاجه معانا هنا ايه؟ معانا ملح، معانا هنا توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، بابريكا، معانا فلفل اسمر، معانا هنا 7 بهارات، ونطره صغيره خالص جنزبيل، ونطره زيها ايه؟ قرفه. طبعا القرفه جميله ما تخافوش منها. معانا هنا معلقتين دقيق، ومعانا هنا بيضتين. لو كميه البانيه قليله هتبقى بيضه واحده. معلقتين دقيق. الكميه بتاعتك بسيطه، اعملي حاجات بسيطه. قسمي النص. طيب قد ايه بالمعالق؟ نص معلقه. طبعا عندك كميه كبيره تبقى معلقه صغيره، انت بقى اعمليها نص. معانا عصير نص، معانا عصير ليمونه، معانا معلقتين خل، معانا علبه زبادي. وهنشتغل. هاتي صحنك ومعلقتك ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت اهم مكون طبعا ما حطيتوش انا، طبعا جبته لكم اهو. معانا ميه بصل، ومعانا ميه طماطم. ده اهم حاجه في التتبيله بتاعتي، يعني ده اهم حاجه، الميه البصل وميه الطماطم. طب ازاي؟ هتجيبي طبعا بصلتين كبار وطماطمتين كبار، تبشريهم وبعد كده تصفيهم. طيب التفل اللي بيطلع منهم بقى انت ممكن تحطيه تحت فراخ، تعينيه في الفريزر، تعمليه باكل اي حاجه تشتغلي بيها، يعني ما ترميش. اول حاجه صحنك الجميل، نحط ميه البصل ميه الطماطم مع بعض. طيب التوابل بتاعتنا زي ما قلت، ملح، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسمر، 7 بهارات، جنزبيل، ومعانا قرفه اهو. دي البهارات بتاعتنا. طيب وايه كمان؟ هننزل بالليمونه، ليمونه صغيره، ولو كبيره هتبقى نص ليمون. دي زبديات. طب لو ما عندكش زبادي، لو عندك لبن، انا ما عنديش لبن بصراحه، كنت حطيت لبن. اللبن كمان بيبقى احلى جنب كمان في التتبيله بتاعت البانيه. معلقتين خل، 1 2 بس كده. طبعا زي ما قلت الملح، انت بقى تعملي الملح بتاعك بقى، انت بقى هتبقى عارفه الملح انت بتعمليه ازاي. اول حاجه هنمسك المكونات دي كلها ندمجها مع بعض كويس. ما تنسيش كمان لسه هنحط البيض. انا هحط بيضه. البانيه بتاعك قليل تحط بيضه، كتير حط بيضتين. وكده هنعمل البانيه بتاعنا كله بطريقه سهله وجميله. ازاي؟ كله في واحد، 3 في 1، التتبيله كلها مع بعض. طيب لسه هنحط ايه؟ طبعا هنحط البيض اهي اهو. هنحط بيضه في التتبيله. هحط بيضه واحده ومعاها معلقتين دقيق. تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كله مع بعضه. حطيت الزبادي، المفروض اللي هو اللبن، انا ما عنديش لبن، حطيت زبادي بس. ميه الطماطم وميه البصل كتير، فهتبقى عامله سوائل كتير لايه؟ للبانيه. طيب يتنقع قد ايه؟ اول حاجه تنقعيه، ممكن اول ما تقومي من النوم تعمليه، كنت تطلعيه مثلا وتعمليه على بيت وتحطيه في الثلاجه عادي. تقعديه مثلا 3 ساعات 4 ساعات براحتك انت بقى. كل ما تقعديه في التتبيله يشرب البانيه منها، هيبقى جميل جميل جميل. يبقى احنا كده حطينا البيض، وحطينا اللبن، وحطينا الخل، حطينا كل المكونات بتاعتنا. طبعا ما تقوميش رايحه حاطاه كده، لان طبعا في ميه مش المفروض ان احنا نحطها. اول حاجه هننزله واحده واحده اهو، ونتبل البانيه بتاعنا تتبيله حلوه. حتى هتلاقي فيه انا عامله فيه حتت كمان زي الاستريبس كده مطلعاها. ليه عايزه؟ انا عامله حلقه الاستريبس دي يا بنات على اليوتيوب، اللي حابب يخش يشوفها هيلاقيها. هخلص وارجع لكم. لحظه، احط البيضه دي الاول. طبعا انا حطيته اهوت يا بنات في الخلطه بتاعته.
هو كده دلوقتي المفروض ان هو هيخش تلبسيه كيس او اغطيه بكيس ستريتش وحطيه في الثلاجه ساعتين 3. وقت ما تيجي تتغدي بقى هتطلعيه وتعمليه. طب ممكن تعمليه من الصبح، هنحطه في الثلاجه وما نيجي نعمله نرجع لكم. طب هنعمل ايه؟ نخش بقى على المكرونه، مش نعمل بانيه لوحده لان هي اصلا بتغلي. طيب هنعمل البانيه لوحده؟ اكيد لا، هنعمل معاه ايه؟ هنعمل معاه مكرونه. طبعا انا ما عملتش المكرونه خالص على القناه. اول حاجه هجيب حله او كسرونه، اي حاجه انتوا بتسموها عندكم، انا بسميها حله. هتحطي فيها ملح، تحطي فيها زيت. الملح قد ايه؟ انت بتحطي الملح بتاعك ودوقيها، مش هتحطي كده وخلاص، لا دوقي. طيب المكرونه والله على قد بقى عدد اسرتك، عايز تعملي كيلو عايز تعملي نص. لما تكون مكرونه قليله هتبقى الحله صغيره اكيد، يعني مكرونه كتير هتكبري معاكي الحله. دلوقتي هي الميه دي اصلا مغليه، حاطين فيها ملح وحاطين فيها زيت، وهننزل بالمكرونه بتاعتنا. اي نوع مكرونه انت بتحبيه، بس معلومه للمكرونه ما تسويهاش قوي. تمام، هننزل بالمكرونه، هي الميه اصلا المغليه. ننزل بالمكرونه وايدك فيها، ما تسيبهاش يعني تحطها كده وتسكتي، لا. هنسلقها. بعد ما نسلقها دلوقتي معانا، دلوقتي خلصنا المكرونه، هنحطها تتصفى ونسيبها وتقلبيها، ما تصفاش وتسيبيها عشان ما تلزقش في بعضها، مع ان احنا حاطين زيت بس بتلزق برضه. وما تسويهاش قوي، سيبيها فيها تكه، لان في انواع من المكرونات او الدقيق ما بتاخدش غلوان كتير او سليق كتير. معانا هنا شويه زيت او سمنه او اي حاجه براحتك. طبعا انا سايباه يتقدح. معانا هنا ايه بقى؟ انا عندي صلصه جاهزه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي صلصه صافيه انا كنت عاملاها اهي، دي عينها في الفلوس. طبعا هتطلعيها، هي ما بتاخدش 5 دقايق لان هي جاهزه. طب هنحط عليها ايه؟ عشان بس انا مش عايزه اطول معاكم عشان وقت التصوير. حطي سمنه، حطي زيت، حطي اللي تحطيه براحتك. معانا هنا ايه؟ معايا ملح، ده اللي انا بحطه، ملح، فلفل اسمر، شويه شطه، شويه سكر عشان الحموضه بس. عايزه تعملي توم، عايزه تعملي بصل، ده راجع لك. انا بحب المكرونه كده. في ناس بقى يا جماعه الاكل ده اذواق، كل واحد حر. انت شوفوا ولادك بيحبوا ايه، وانت بتحبي تعملي ايه. انا بطبخها كده تبقى جميله. عايزه تعلي الشطه شويه براحتك. هنسيبها تاخد بس 10 دقائق وبعد كده هنحط فيها المكرونه واوريها 3 كده يا حبايب قلبي. الصلصه جاهزه لان هي طبعا زي ما قلت لكم ان انا عاملاها 10 دقائق بتكون جاهزه. هننزل المكرونه فيها اهي، شايفين نازله اهي ما شاء الله، كل حبايه سايبه الثانيه زي ما بيقولوا. ليه؟ اسلقيها وسيبيها تكه، لان انت ما انتش عارفه نوع المكرونه اللي عندك دي من النوع اللي بيتهرى مثلا. فخلي بالك وانت بتسلقي ايه المكرونه. زودي لها برده شويه زيت وانت بتحطي في الصلصه. ليه؟ عشان تبقى حلوه كده، المكرونه ما تمسكش في بعضها. طبعا هنسيبها 10 دقائق تتردد ماشي، وهدي عليها النار لان هي طبعا هي جاهزه، هي بس هتاخد ايه؟ ترديد. وبعد كده ايه؟ هبقى اوريها لك. طبعا مكرونه في اسرع من الصاروخ زي ما بيقولوا، في 10 دقائق تكون ان شاء الله ايه مجهزه. هنسيبها طبعا تتردد زي ما قلت. حابه تحطي برده بابريكا وانت بتحطي في الصلصه بتاعتها حطي، بس هي انا عندي المكرونه بتاعتها الصلصه بتاعتها حلوه ما شاء الله، مش محتاجه يعني. ده راجع لك. ولو حابه تحطي اي بهارات ماشي، انت بقى ايه راجع لك انت. طبعا هوطي عليها ماشي، وايه ولما نيجي نغرفها هوريها لكم. هنا هنحط معلقه نشا ومعلقتين دقيق. ده بقسماط، البقسماط ده جاي فيه ملح، فيه كل حاجه فيه، يعني انا مش هضيف له اي حاجه. طب لو البقسماط بتاعك مش مالح، حطي نفس البهارات اللي احنا حطيناها في تتبيله البانيه وقلبيها. طب لو انت ما عندكش بقسماط حطي نشا ودقيق، معلقتين نشا. لو انت مثلا هتحطي كوبايتين دقيق حط عليهم نص كوبايه نشا وقلبي، واعملي نفس تتبيله البهارات عليه. اي بقسماط عندك شغال، اي بقسماط. طب ممكن اضيف عليها، اروح اجيب فيجيتار، على فكره جميل، يعني انا نسيت اجيب بصراحه. الفيجيتار بيبقى موجود بنوعين عند العطار، فيه فيجيتار سبايسي وفيه عادي. اول حاجه احنا حاطين دلوقتي ديت البقسماط، طلعنا البانيه بتاعنا زي ما هو في الخلطه اهوت تمام، زي ما قلت 3 في 1 كله ببعضه. وهنسيبها ايه يتبل. وحاطين هنا الزيت على النار بيتقدح. طبعا المكرونه شغاله. هقلي معاكم وحدتين بانيه وبعد كده هكمل وبعد كده ابقى ارجع لكم. تمام.
بس يلا، انا مش عايزه ايه تلبسي بقى جلافز معاك عشان ايديك ايد فيها شوكه بقى ومعلقه كده ايه تتك عليه كده. المهم تغرقيه كده ايه اهو شوفي كده. عايزه تقطعيه تعمليه صغير وسط براحتك بقى، انتي التقطيع ده راجع لك انتي اهو. انا عامله كبير وصغير برضو يعني على جميع المقاسات. طلعي بالشوكه عشان ما تلكيش ايديك، وبعد كده انزلي بقى ايه تبقى ايديك ناشفه، اضغطي عليها كويس. تعالي اول حاجه الزيت بتاعك مفتوح كويس عشان بعد كده هنوطي عليه هيبقى وسط. ليه؟ عشان لو احنا علينا عليه اكيد مش هيبقى مستوي. هنهدي عليه خالص اهي، النار تبقى وسط يا بنات ماشي عشان يستوى معاكي. طبعا انا حطيت دلوقتي معاكم في القلايه دور اهوت، هخلص تقلي البنات كلاته وبعد كده ارجع لكم بقى واحنا ايه بنقدم. تمام. وبكده يا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. طبعا انا هكمل بقى بقيه التسويه، بس انا حبيت اعمل لكم حاجات سريعه. البنات طبعا ما فيش ما شاء الله تبارك الرحمن حاجه تفرح بجد ما شاء الله جميل. جربوا الخلطه دي او الطريقه بتاعتي ديت بجد جميله. في حد دقها قبل ما اصور كمان قال له تحفه يا ماما. والمكرونه طبعا اظن بقى مفيش اسهل من كده حلقه. ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من قناه اميره حسن. اشتغلوا كده وخلوا القناه كده ايه تكبر. ماشي يا حبايب قلبي، وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون حلقه سهله وبسيطه. دمتم في رعايه الله. سلام عليكم.